السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، أتشرف أن أقدم لسيادتكم عرضا موجزا لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام للإذن برفع الحصانة عن السيد النائب عيد حماد محمد عيد عضو المجلس وشغلته عيد حماد، حيث انتهى مكتب المجلس في 18/3/2023 بعد نظره إلى توافر الاشتراطات اللائحية الشكلية في الطلب سالف الذكر، فأحال السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة الطلب المشار إليه، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر. قد عقدت اللجنة اجتماعا بنظره في 20 مارس سنة 2023 حضره السيد النائب المخطوب، ونظرت اللجنة الطلب المشار إليه وأوراق القضية والمستندات الملحقة به، واستعانت أحكام الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، وحيث سبق للمجلس أن وافق بتاريخ 18/12/2022 على الإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد أمام النيابة العامة وفقا للمادة 359 من اللائحة الداخلية للمجلس بناء على طلب، حيث قام النائب بالاعتذار لوزارة الداخلية بشأن الواقعة محل الطلب المشار إليه، وأشاد بالدور العظيم الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجالها في حفظ الأمن مما يساهم في استقرار المجتمع، كما سبق وأن قدم اعتذار فيديو مصور ومنشور على صفحته الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي للسيد وزير الداخلية ورجال هيئة الشرطة. كما أتى السيد النائب أقواله أمام النيابة العامة بشأن الواقعة المشار إليها، أكد خلالها اعتذار لوزارة الداخلية وجميع رجال الشرطة وأفرادها. وبعد أن ناقشت اللجنة الطلب المشار إليه، انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى رفض الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام ورفع الحصانة البرلمانية عن النائب عيد حماد محمد عيد وشغلته عيد حماد. واللجنة استعرضت تقرير عن المجلس الموقر لطلب المجلس الموقر موافقة على الانتهاء. شكرا. اللجنة تفضل برفع اليمين. موافقة. إذا أعلن رفض المجلس للطلب المقدم من سيادة المستشار النائب العام بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن سيادة النائب عيد حماد محمد عيد.